السوريين يعني بشكل عام المشتغلين بالشأن العام لديهم بديهية تقول أن الحل في سوريا متوقف على بلورة إرادة دولية ضاغطة وعلى توافق أمريكي روسي وربما صمت أو قبول تركي إيراني. هذه المسلمة وإن كانت الآن صحيحة، أعتقد أن مسؤولية القوى الديمقراطية الوطنية تغييرها والبحث عن إطار سوري يعيد للسوريين زمام المبادرة. وأعتقد أن الطريق إلى دمشق أقرب من الطريق إلى أنقرة وواشنطن وطهران وموسكو، وهذا لن يكون إلا بإنجاز مصالحة حقيقية، مصالحة وطنية سياسية ومجتمعية. الآن هناك شرخ في النسيج المجتمعي السوري، وهناك مشكلة في القوى الديمقراطية المعارضة، كل يدير ظهره للآخر بالرغم من أنه الكل حاسس أنه هو مشتت وليس له كلمة، والقوى الديمقراطية ليس لها كيان إطار جامع يجمعها، بالعكس كل واحد بيروح بيشتغل بمكان لحاله مما يضعف تأثيرها في المشهد السياسي. القوى الدولية المتدخلة في الشأن السوري على رأسها الجارة غير العزيزة تركيا التي ليس لها هاجس على الإطلاق إلا منع قيام كردي في شمال سوريا أو ربما جنوب تركيا، بالرغم من أن ذلك غير مطروح لا من قبل أي طرف، لا كردي ولا غير كردي، غير مطروح من قبل أي طرف كردي قيام كيان كردي في سوريا. رغم ذلك ما تزال تركيا تستخدم ذلك ذريعة من أجل تنفيذ هجمات واحتلال المزيد من المناطق في شمال سوريا. وأيضا الآن هناك حرب مسيرات، جميعنا يعلم أنه هناك حرب مسيرات، فقد عجز أو فشل أردوغان حتى الآن في الحصول على ضوء أخضر دولي ربما أمريكي وروسي من أجل اجتياح المنطقة، وهو يرغب بذلك لأنه طريقه الوحيد للخروج من مأزقه الداخلية، ابتداء من المشاكل الاقتصادية اللي بيعانيها نظام حزب العدالة والتنمية، مرورا بشخصيات بارزة ونافذة في المجتمع السياسي التركي التي اصطفت ضد أردوغان، تراجع شعبيته، كل ذلك يجعله يرغب في الهروب إلى الأمام، والهروب إلى الأمام ليس أمامه ساحة إلا خارج الحدود التركية. جرب في أذربيجان وفي ليبيا، ولكن همه الأساسي وهاجسه يبقى دائما في شمال سوريا، وجميعنا يعلم ما هي مخطط أردوغان وكيف حاول وما زال يحاول أن يحصل على هذا التوافق الدولي من أجل أن يحتل المزيد من الأراضي، وربما يتقاطع أيضا مع النظام في ذلك. للنظام أيضا مصلحة في أن يكون هناك أيضا للنظام، وأعتقد النظام لديه هذا الهاجس، منع قيام كيان كردي، فربما تتلاقى مصالح الأتراك مع مصالح النظام مما يجعل النظام يغض طرف عن ذلك. ما حدث في عفرين، ما حدث في رأس العين، ما حدث في تل أبيض، أعتقد أن ذلك يجعلنا نستنتج أن للنظام هناك تقاطعات مع الحكومة التركية للأسف، وربما وعلى الأرجح سيدفع ثمنها سوريين آخرين.